سلام البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. لقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. كما راكم تلاحظوا اليوم جبت لكم وصفه جديده، شوربه وفطيره محشيه بالخضار. نتمنى ينال هذا الفيديو اعجابكم، واللي راهي تشوف القناه تاعي لاول مره ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس ليصلك كل جديد. خلونا نبدو في المقادير. للشوربه نحتاج عندي قزبر، عندي طرف اللحم، عندي حبه لفت غادي نخليها كومبلي دوك تشوفوا علاش. عندي زوج حبات كروطه قطعتهم، زوج حبات طماطم وحبه بصل كبيره، عود قرفه حرور والملح هذا ما ندير في الشوربه تاعي، ومغرف كبيره طماطم مصبره. هنا غادي ندير اللحم تاعي يتقلى، وهذه كلفت علاش خليتها كومبلي لخاطش من بعد ما غاديش نرحيها، غادي غير تطلق لي البنه ونقلعها لخاطش لا رحيتوها غادي الشوربه تاعكم تجي مره. هذه استيس كيما حنا نقولوا، نقيسوها غير تطلق لنا البنه ومن بعد نجبدوها ونقلعوها ونميكسو الخضر تاعنا عادي. انا هنا ندير بارد في بارد، ومن بعد عادك نقليهم، ندير كلش في رحبه، ندير الخضار القزبر كلش طماطم المصبره، نبلع عليها الكوكوط ونخليها على النار هاديه حتى تطلق الماء تاعها مليح، كاع هذيك الخضره والقزبر كامل المكونات يتجانسوا. الملح الحرور، ندير عود قرفه ونخليها كيما قلت لكم على النار هاديه تتقلى. شوفوا دروك وليت لها لقيتها كلشي دبال وطلق الماء تاعه. دروك عادك غادي نمرق، ونمرقوا دائما بالماء حامي باش البنه ما تسماطلكمش. هنا عندي الغرف الاول، انا درت هنا ثلاثه تاع لي ميزور تاع الماء. نتوما عينكم يا ميزانكم حتى الخضره واللحم يتغطوا. ونبلع الكوكوط تاعي ونخليها مده ساعه ولا ساعه ونص على نار متوسطه، وانتوما شعل تاخذ لكم الوقت. ومن بعد كي طيب غادي نقلعها ونميكسيها. هوالي من هنا ما بانتليش السمش، كانت ضاربه بزاف في الكوزينه. درت عبر تاع شوربه فيغميسيل، ودرت قزبر ملي كنت قطعته قطع صغيره وخليتها حتى وقت التقديم تشوفوها معايا. هنا غادي نمروا للفطيره نحتاج زوج حبات كروطه، انا كانوا عندي صغار درت زوج حبات رابيتهم. عندي حبه كابويه رابيتها تاني، عندي فلفله نص حبه قطعتها قطع صغيره، عندي المعدنوس، عندي زيتون خضر مقطع، عندي حبه بصل مرابيه والحرور والملح وفلفله حمراء. والتوابل اللي تبغوهم ديروهم، ما تتقيدوش بالتوابل اللي تحبوه ديروه، كمون كوري كيما تبغوا. هنا غادي نجيب البصل تاعي نزيد معاه الخضار، درت الزيت وشويه دهان، مغرف صغيره دهان باش تطلق لنا البنه في التقليه تاعنا. ونحط كامل الخضر تاوعي يتقلاو حتى يدبالوا لنا مليح مليح، باش عادك نزيدوا عليهم اللحم المفروم كما راكم تلاحظوا. نغطيهم ونخليهم يطلقوا كامل الماء تاعهم ويدبالوا لنا مليح، ومن بعد نولوا معاهم. شوفوا كيفاش ولاو لنا بعد ما دبالوا لنا مليح مليح مليح. دروك غادي نزيدوا اللحم المفروم ونقعدوا نحركوا باش ما يديرلناش هذوك القطع كبيره، خاص تجينا الحشو كامل املس. نقعدوا نخلطوا ونحلوا في الحشو تاعنا في ديك الكفته حتى طيب لنا مليح. كما راكم تلاحظوا راني نقلب ونقطع فيهم بهذه الطريقه. وهذه الفطيره من اروع الفطاير اللي غادي تجربوهم ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. نزيدو هنا دروك الزيتون مقطع، ونزيدو معدنوس كميه تكون كبيره شويه باش تطلق لنا البنه. وهنا غادي نضيف التوابل، ملح فلفل اسود، وغادي نضيف شويه فلفله حمراء. نتوما لا تبغوا هريسه ديروا، تبغوا صلصه طماطم ديروا، تبغوا طوماطيس قطع صغيره ديروا. تاني الحشو ما تتقيدوش به، الحشو كيما تبغوا ديروا. تقدروا ديروا الدجاج مفروم،
كيما تبغوا. تقدروا ديروا غير الخضار، ما ديروش كامل اللحوم، تاني تجي بنينه بالخضار. ولولادها ما ياكلوش الخضره، في هذا الحشو ما غاديش كاع يستبنوا الخضره. نقليهم مليح ونبلع عليهم ونخلي كامل الحشو طيب. هذيك الكفته وكاع غادي تطلق الماء تاعها، خلوها حتى تتجمر. هنا تقدروا تزيدوا مغرف صلصه طماطم مصبره، انا ما زدتهاش، خليت الحشو طبيعي باش نستبن كامل النكهات. وضفت الملح اللي كنت نسيته، ما فكرتونيش به. المهم تفكرته وزدته. هنا غادي نروح للعجين. هنا عندي كاس وربع، عند كاس وربع حليب، عندي حبة بيض، عندي كاس وربع ما يعادل 300 مليلتر، اللي عندها الميزان توزن الحليب تاعها. عندي حبة بيض، عندي مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة خميرة، عندي 2 مغارف دهان اللي كنت ذوبتهم في الميكرووند، ومغرف صغيرة ملح، وعندي الفرينة حتى تتلم عندنا العجينة. الاولى درت الحليب دافي مع السكر والخميره، خلطتهم حتى حسيت هذوك الحبيبات دابوا. دروك غادي نزيد معاهم حبه تاع البيض، نخلطهم مليح. المقادير كامل غادي تلقوهم في صندوق الوصف. نخلطو مليح. دروك غادي نزيد الزبده تاعي ونبدا نزيد في الفرينه ونضيف معاها الملح. الفرينه دائما تكونوا مغربلينها من قبل. ونضيفوا الملح ونلموا العجين حتى نتحصلوا على عجين يكون طري ما يتلاصقش شويه في اليدين. دوك تشوفوا الطريقه معايا. نبدو نزيدو في العجين بالتدريج. غادي تدينا واحد 3 كيسان. الكاس اللي تعبروا به الحليب عبروا به الفرينه. كما قلت لكم الحليب عندي 2 كاس وربع حليب اللي هو 300 مليلتر بالميزان. دروك ندخل يديا ونبدا نلم في العجين تاعي حتى نتحصلوا على عجين يكون طري. انا دات لي 3 كيسان معمرين. هاي العجينه تاعي غادي نوضعها فوق البوطاجي ونعجنها لمده 5 دقائق. الا تعجنوها مليح. واللي شافتها قاعده تتلصق لها تزيد ترش شويه فرينه. للمبتدئات ترشي شويه فرينه فوق سطح العمل تاعك، وعجني العجينه تاعك باش ما تغبنكش. هاي العجينه تاعي، شوفوا شحال عجنتها، ماشي بزاف. غادي نوضعها دروك لمده نصف ساعه تخمر لنا. هنا بعد ما خمرت العجينه تاعي غادي نجيبها ونرش شويه فرينه فوق سطح العمل ونقطعها الى قطعتين. وهنا عندي البلا تاع البيتزا درت فيه ورق الزبده، ورق الطهي كيما حنا نقولوا. نحل العجين تاعي بسمك يكون رقيق، كي شغل غادي نديرو فطيره. استعانه دائما بالفرينه باش العجينه تاعكم ما تغبنكمش. هنا بعد ما حليتها جبت البلا تاعي وفرشتها فيه، وهذوك الزوائد خلوهم بعد غادي نقطعوهم. ونجيب الحشو تاعي ونوضعه فوق العجين بهذه الطريقه. نوضع كامل الحشو. الحشو دائما ديروه بارد، خلوه يبرد. شتو انا طيبته قبل ما درت العجين وخليته برد. نوزع كامل الحشو تاعي على فوق العجين.
ونجيب الجبن المبشور. انا درت فرماج روج، درت جبن الاحمر. نتوما الفرماج اللي تبغوه ديروه. تبغوا جبن طاري ديروا تاني، ما كاش كاع مشكل، ديروه عادي. دروك غادي نحل بنفس الطريقه العجينه الثانيه اللي بقات لي، ونوضعها فوق السطح تاع لافارس تاعنا بهذه الطريقه، ونبدا نزير في الحواف بهذا الشكل. غير نضغط باطراف الاصابع وانا قطعتها بالسكين. نتوما قطعوها غير بيديكم ولا بكاش حاجه، استعينوا بكاش حاجه باش تقطع لكم مليح ويجوكم الحواف متساويه. هنا عندي صفر بيضاء وعندي شويه خل غير باش يقلع لنا هذيك الزنخه تاع البيض. غادي ندهن كامل السطح تاعنا تاع الفطيره الاولى، نحلوها مليح كما راكم تلاحظوا على قد البلا اللي راه عندي. ومن بعد غادي نديرو، غادي ندهنوها صفر البيض مع الخل. كما راكم تلاحظوا دهنوها مليح باش كي طيب تعطيكم هذيك الاحمرار لون شباب. وكي غادي ندهنوها غادي نقطعوها كي غادوك تشوفوا معايا، ونخلوها حتى يضاعف الحجم تاعها باش ندخلوها للفرن اللي راه مسخن على 180 درجه. ان شاء الله تكون فكره مفهومه. دروك غادي نستعين بكاس باش نقطع في الوسط. دوك تشوفوا الطريقه معايا، كاس ولا غرفيه ولا قطاعه اللي تكون عندكم استعينوا بها. انا استعنت بالكاس، قطعت في الوسط ولا قد قطعوها نيشان حتى توصلوا للتحت. دروك غادي غير باطراف الاصابع نكمل تقطيع الفطاير تاعنا بهذا الشكل. الا توصلوا حتى لتحت باش كي طيب ما تعاودش تنفخ، باش يقعد لكم الشكل تاع هذا كي شغل ورده. دروك عندي شويه معدنوس غادي نرشه من الفوق، وغادي ندير شويه سانوج، والتزيين يبقى حسب الاختيار. غادي نخليها بجيح حتى يتضاعف الحجم تاعها وتخمر لنا باش عادك نطيبوها. واحد الربع ساعه هكا ولا 10 دقائق خلوها تخمر، ومن بعد دخلوها الفرن اللي راه مسخن على 180 درجه. وها هو الشكل النهائي تاع الشوربه، جات تشهي ولا هي تتوحم تسمح لي حقك في الجنه ان شاء الله. والفطيره تاعنا جات من اروع الفطاير اللي غادي تجربوهم ان شاء الله. دوك تشوفوا الفطيره كي جات من الداخل، داك العجين يجي خفيف، وشتو راهي رقيقه العجينه تاعنا ماهيش غليظه. وتقدو تاني ديروا فيها فرماج طري من الداخل تجي تاني بنينه. شوفوا الشوربه تاعنا كي جات. ولا عجبكم لا فيديو تاع اليوم ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج. دمتم في رعاية الله وحفظه.